السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقه جديده معاكم النهارده، مكملين في سلسله الفيديوهات القصيره. لو عايزين نتكلم عن اي حلقات اكتبوا لي تحت في الكومنتات. هنتكلم النهارده في حلقه جديده عن انواع القرح اللي بتطلع لك في بقك. انواع القرح اللي بتطلع لك في بقك ايه وايه يا ترى؟ اول حاجه عندي الماينور ألسرز. الماينور ألسرز هي عبارة عن قرح بتطلع لك صغيرة، بتكون شكلها بيضاوية أو بتكون شكلها بيضاوية أو دائرية الشكل، وبتقعد في الغالب حوالي أسبوعين، وبعد كده بتبدأ بتلتئم في غضون أسبوعين يعني، ومش بتترك ندب مكانها. حجمها بيكون صغير طبعا، بيتراوح ما بين 2 ملي ل 8 ملي. تمام، وهي يعتبر أكثر الأنواع شيوعا بالنسبة لقرح الفم. تاني نوع عندي وهو القرح الكبيرة أو بيسموها الميجور ألسرز. القرح ديت بتتميز إنها ليها حواف غير منتظمة الشكل، وبتكون أكبر وأعمق من الماينور ألسرز اللي هي القرح الصغيرة. آه، وبتاخد يعتبر من عدة أسابيع لشهور عشان تختفي، ودي بقى بتترك اثر او ندبة بعد ما بتختفي، يعني بتسيب اثر مكانها، مش زي القرح الصغيرة بتطلع كده من غير ما تسيب حاجة مكانها. دي كانت حلقة النهاردة، عشان ما اطولش عليكم. بكرة ان شاء الله هنتكلم في الحلقة الجاية عن القرح الهربسية بيسموها، او القرح اللي بيعملها فيروس الهربس. اشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.